اهلا بكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو التاني في سلسلة الفيديوهات اللي قررت ان انا اعملها انا واصحابي اللي هم فاهمين كورة من وجهة نظري من الجامدين جدا. وانا بالنسبة لهم يعني حاجة لسه بتلمس اولى خطواتي كده في فكرة ان انا افهم كرة القدم. يمكن 35 سنة بس مش واصل قوي ومش متابع قوي، بقالي سنوات طويلة جدا مركز في حاجات تانية واهتمامات تانية ورياضات اخرى حتى غير كرة القدم. لكن فهموني كورة هيكون هو ده بقى اسم الفيديوهات من أول النهاردة لحد الأيام اللي جاية كلها، ولحد ما نشوف إيه اللي هيحصل في مونديال كأس العالم قطر 2022. الموضوع كبير، الموضوع فيه كلام كتير قوي قوي قوي. بس عايزين كده على نغمات توكو تاكا الأغنية اللي الناس عمالة تنتقدها دي. عايزين نشوف النهاردة أخبار الدنيا إيه. أول واحد هو هيدخل معانا دلوقتي حالا رامي، عمنا اللي ادانا معلومات جامدة جدا ومهمة قوي في اول فيديو طرحناه امبارح لحضراتكم، ويا رب يكون الفيديو اتشاف بشكل كويس. لو عندكم اي سؤال على فكره تقدروا تسيبوا لنا تعليقاتكم كلها في الكومنتات، واحنا ان شاء الله هنجاوبكم على كل الحاجات الجديده. روميو، اهلا بيك يا حبيبي، عامل ايه؟ مساء الخير يا عمرو، عامل ايه يا حبيب قلبي؟ مساء اخبارك الفل. ايه؟ يا رب كله فل ان شاء الله. كله زي الفل. اكرم مساك هو زي كمان العسل. بيدخل دلوقتي حالا على الميتنج. قول لي سريعا كده قبل ما اكرم ما يدخل، انطباعاتك ايه عن الماتش النهارده اكرومي؟ منور يا كرومي، قبل ما تخش هو عشان ما تخش ما قولهاش تاني. حبيبي يا روم. آه، نورك يا حبيبي. ماتش النهارده للاسف مساء يعني الفل. غير مساء كده. الفل يا يا نمور، اه رجالة. مساء مساء الفل يا الفل صباح يا ايمون، عمرو. مساء مساء الفل يا الفل. عموري. حبايب قلبي، حبايبي يا اكروم. حبيبي، مساء الفل. يلا رامي هيقول لنا انطباعاته اهو يا ايه جدعان. الاخبار، رب عاملين يكون. ايه؟ زي الفل الحمد لله. ماتش النهارده من قطر، وللاسف يعني الشديد يعني مش مخيب للامال بصراحه يعني. احنا ما توقعناش خالص ان النتيجه تبقى كده. بس هي الإكوادور عرفت تلعب صح من أول الماتش، قفلت على قطر من أول نص ساعة. عرفت تجيب جولين في أول نص ساعة، هم نهوا الماتش بدري بدري. منتخب الإكوادور مش المنتخب القوي قوي، لكن للأسف منتخب قطر ما جاش النهاردة كده بالعامية. من الاخر، مفيش كرة بتتلعب خالص، مفيش حاسس إن عنابي. المنتخب على المدرب بتاعهم اللي هو سانشيز. اه، ولا عنابي ولا تومريندي ولا أي حاجة النهاردة. الموضوع كان كأنها فرقة من الدرجة الرابعة في الدوري المصري بتلعب فرقه من الدرجه الثانيه في دوري. مش قد كده، هي المنتخبات مش قويه على فكره. بس هي الاكوادور عرفت تلعب الماتش صح وتخلص في اول نص ساعه يعني. مم. عكس الافتتاح، يعني الافتتاح بتهيألي احسن من الماتش نفسه يعني. ده هنشوف. حقيقي. يا جماعة، انا قريت بالمناسبة ان ده اول مرة في تاريخ كأس العالم الدولة الضيفة هي اللي تكسب ماتش الافتتاح. عمرها ما حصلت قبل كده. الدولة اللي جاية يعني واضح ان الضيف. الضيف اه. يعني بالظبط، لانه دايما يعني الماتش الافتتاحي المستضيفه لكأس تخسر يعني. العالم دايما ان هو الدولة المضيفة بيبقى اول ماتش في كأس العالم، فدي مم. اول مرة الدولة المضيفة تخسر. يعني ده للاسف شيء يعني. غير مبشر لقطر، اكيد احنا نفسنا هو طبعا تكمل بس هو كدولة عربية. هو في كأس العالم هو في كأس العالم 22 كان الماتش الافتتاحي كان فرنسا والسنغال اعتقد. 22 قصدك في ايه؟ آم، 2002. 18. سوري، 2002. مش كان اه فرنسا والسنغال 2002. كان حامل اللقب هو اللي بيلعب الماتش الافتتاحي. مم. اتوقع وساعتها كده. السنغال فازت 1-0 ساعتها. فهو من آه قريب بدأ انه يبقى الدولة المستضيفة، أو انا مش متأكد من المعلومة، بس انا بسألكم. انا فاكر الماتش السنغال وفرنسا اللي السنغال مم. كسبت فيه فرنسا 1-0، جول ايوه طبعا. بوبا ديوب. بس هل اتوقع ان كان هو ده الماتش الافتتاحي ماتش ولا انا الافتتاح غلطان؟ والله تصدق انا مش فاكر، محتاجين نرجع لها. طب يعني والناس ممكن تقول لنا ابص في لكم على جوجل الكومنتات، كده يعني بصراحة. الناس اللي هتتفرج بتتفرج معانا على الفيديو دلوقتي حالا، في حاجه احنا اهو لحد ما نرجع لها ونسيرش عنها. الناس اللي بتقول لنا في الكومنتات. مم. بس ايمن قول لي سريعا كده وجهة نظرك في الاداء الفني، رغم انه مفيش كلام كتير يتقال، بس قول لي لو عندك اي معلومه عايز تقولها او اي رأي. لا لا، هو الماتش صراحة يعني ما كان ممل يعني، مش حاجة نقف عندها، بس هو الافتتاح نفسه اللي كان جميل الحقيقة. ما طب اعرفش قبل، انتوا اتكلمتوا عن الافتتاح ولا لا. لسه قبل ما نتنقل بس هو كان عظيم، للافتتاح قول لي. ونتكلم عنه. في ديل بيرو كان طالع في اللقاءات اللي هي البي ان كانت عاملاها، وكان بيتكلم عن فكره ان الماتش الافتتاحي اصلا صعب. فما بالك انه قطر فريق يمكن احتكاكاته الدوليه مش قد كده، فطبيعي يا جدعان اللي حصل ده بيتهيألي، ولا ايه؟ انتوا برضو فهموني اكتر. هو معلش يا المشكلة يا عمرو عمرو انا. مش في النتيجة قد ما هي في الأداء. اه. اتفضل يا رام، قول. صح، صايع الحته دي. ماشي أهو.
انا معلش معاك في دي بالظبط، انا مع اكرم. لان للاسف الشديد اصلا المنتخب ده تم اعداده بقالهم حوالي 4 سنين بيجهزوا فيه. دوله لعبت اساسا بطولات قاريه، ما فيش صح. لعب دوله تانية. يعني لعبوا في بطوله كوبا امريكا الجنوبيه امريكا في 2019. صح. في امريكا ولعبوا في كان البطوله الأفريقية اللي هي امريكا الشماليه في 2021، وصلوا الدور قبل النهائي. لكن انا حاسس إن المدرب بصراحه يعني مش على طموحات المنتخب بصراحه. مش على المدرب ما قد عندوش خبره اللحظه. فنيه او حتى خبره. بس تحسه كان محبط جدا. ده بعد يعني الماتش وخلال الماتش كان متأزم، كان تحس انه مش بيشوف مجهود مشروع قطر ده اللي بيبنوا فيه وبيصرفوا عليه بقالهم سنين. تحس المشروع بيتهد قدام عينيه. انا كان صعبان عليا الراجل ده بيتهد. جدا الحقيقه. يا باشا هم هياخدوا كل حاجه يعني خلاص. صعبان عليا جدا جدا. نظموا البطولة وعملوا إنجاز كبير، والعالم كله بيتكلم عن الفاسيلتيز والتسهيلات والإبهار وبتاع قشطة. يعني يا ريت طبعا، كنت أتمنى إن المستوى كان يبقى أعلى من كده، بس قشطة خلينا نسيب المستوى الفني. ونروح للافتتاح. ملاحظاتكم إيه على الافتتاح؟ اكرم بقى يبدا بقى، قول لان يا اكرم أكرم. عنده شويه معلومات في حته يلا. الاغاني والحاجات والآراء دي. لا، كمان. الافتتاح يعني هو الحفلة الحفلة كانت حلوة، وكانت متقسمة 7 لوح فنية. وكان يعني مركزة أكتر على الهوية العربية والقطرية تحديدا، مم. وحاولوا يبرزوا ده كتير. آه، واعتقد وصلت، وركزوا اكتر على على ان الكرة بتجمع الشرق الشعوب. والغرب. وحتى اللوحة اللي كان فيها مورجان فريمان مع الشاب القطري، اسمه غانم تقريبا. مم. اغاني راح المفتاح باله، اه. راح غانم المفتاح، ايوه. كانت فكرتها حلوة، وقعدوا على الأرض، ويعني كانت فيها رسائل جميلة. اصل فكره حتى وجود، تمام، حتى وجود كمان الرؤساء العرب، ويعني الرئيس السيسي كان موجود. طبعا امير قطر كان موجود. امير محمد بن سلمان كان موجود. الشيخ مشعل، ولي العهد الكويتي كان موجود. ملك عبد الله ملك الاردن كان موجود. رئيس تركيا كان موجود. وشفنا السلام اللي حصل ما بين الرئيس السيسي والرئيس التركي. فكل دي رسائل حلوة ان الكرة بتجمع. أكيد. كرة انا بالجماعة شايف ان دي فعلا. كانت رسائل بالظبط. مهمه جدا يعني. صح مظبوط، كان في بالظبط رسائل كده طبعا كتير. انا يعني عايز. حفل الافتتاح اعتمد على الابهار، على الابهار الصوتي والضوئي. يعني اشتغلوا على المرئيات والحاجات دي كويس قوي. واللوحه اكتر لوحه عجبتني تحديدا بتاعت نوستالجيا الاغاني اللي ارتبطت بكؤوس العالم السابقه، دي كانت حلوه جدا. يا جماعة أنا ايوه الأغنية صح. عاملة اغنيه لي مشكلة. ريكي مارتن. الاغنيه الحاليه بتاعت ميا ليه؟ فارس ونيكي مناج والمطرب اللي معاهم، انا عامله لي مشكله. الكليب ضعيف، والكلمات بلح ومش عارف. ولقيت راي ناس كتير جدا على السوشيال مش ميديا على بيقولوا إن هو مستوى لا الحدث بصراحه. خالص. انا حاسس ان هي حاجه تتعمل كده ب مم. 2 جنيه وربع ده يعني. حقيقي. ده احنا لو كنا عملنا مهرجان يمكن كان عارف اللي هو حسن شاكوش راح يغني في قطر، عارف الاشاعه كانوا اللي كانوا احنا. جابوا حسن شاكوش يا عم. مش كانوا بيقولوا هيجيبوه؟ كانوا ويشرب جابوه كان تمور عمل قلق. وحليب ويقضيها يعني. زي ما اكرم قال كده يا عمور، هي فعلا الموضوع مش فكره الاغنيه قد ما فكره الابهار الصوتي والضوئي اه طبعا. وفكره ان انت ماسك ما بين الوقت ما بين كؤوس العالم اللي فاتت، حتى ان هم عاملين فكره الشركات الفرق المشاركه او المنتخبات المشاركه في كاس العالم دي. فهي الفكره رايحه في حته تانية، يعني مش فكره اغنيه بالظبط. يعني فكره ان انت ازاي عرفت تجمع الشعوب دي. وايه قطر، يعني هم اشتغلوا على حته قطر، حتى ان الشيخ تميم سلم لوالده تيشيرت زي التقليدي بتاع قطر اول ما بداوا يلعبوا كوره، مم. ومضى عليه حتى والده وكده يعني. فهي كان في الفكره فيلم فعلا. صغير كده للأمير اه الوالد وهو بيلعب كورة لما كان لسه شاب وصغير في الصحراء، وبرضه كانت لقطة حلوة يعني، عاملينها زي دوكيومنتري كده جميل. مم. انا عجبني حاجه برضه، مم. مش عارف حد خد باله منها ولا لا. ايه. فكره سمكه القرش اللي هي القرش الحوتي اللي هي النهم، حد اه، شافها؟ اه عجبتني الفكره دي قوي اساسا، لان القروش دي من القروش اللطيفه شويه، ومعروفه قطر ان القروش دي بتتجمع عندها وكده في البحر. فعجبني الفكره دي قوي يعني بصراحه برضو يعني.
أيوة. استمدوها برضو بشكل حلو يعني. وفكرة الاكوادور يا جماعه. التمرينة بتاعت كأس العالم نفسها برضو عجباني، فكرة إنه لعيب لعيب. بعمة كده وبيلعب الكورة. ما هو ده الزي يعني الزي الرسمي في قطر يعني، اه الغطرة في والعجال حاجات، زي ما لا بيقولوا. في حاجات بسيطة كده، بس بصراحة يعني هو إبهار يعني. خلانا نشتغل أكتر على فكرة إن إحنا نتكلم عن الافتتاح أكتر من الماتش نفسه ما بصراحة كده يعني. كده عشان في حاجه اقوى من حاجه. ايمن انت عندك مداخله عايز تقول حاجه؟ لا خالص، بس انا يعني عجبني الافتتاح قوي الصراحه، انا حسيته جميل يعني. مم. وكده فكره ان هم فعلا جابوا يعني يعني نوستالجيا من الافتتاحات القديمه دي. اصل انا كاس العالم 98 ده يعني بياخد قلبي. ريكي مارتن. فاول ما شفت طبعا. اغنيه ريكي مارتن اشتغلت، وشفت التميمه بتاعت كاس العالم 98 الديك الفرنسي وبتاع، اول ما شفت اللقطه بتاعت 98 دي، يعني انا قلبي كنت رفرف. معدي كده فاهم، اه رحت راجع قدام التلفزيون ومركز شويه. لا 98 ده بياخد قلبي. حلو ان هم عملوها كده الصراحه. وغير كده ماشي. برضو اللقطه الثانيه اللي عجبتني لما كان في جماعه كتير بالزي التقليدي بتاع الخليج، يعني بتاع قطر، بيرقصوا بالدشداشه ومش عارف إيه. العارضة. اللقطه دي برضو العارضة، عجبتني، حسيت ان رقصة العارضة. بصراحه دي الرقصة كانت حلوه قوي التراثية. يعني. حلو طيب. قوي ان احنا نرقص رقصه عربي كده في الافتتاح، كانت صح. جميله الصراحه. وهي الثقافة العربية بتفرض نفسها أكيد على الحدث. بصوا علشان الوقت، يعني الناس قالت لنا في التعليقات إنه الوقت طال مننا المرة اللي فاتت، بس ده كان طبيعي عشان الفيديو الافتتاحي. دي حقيقة. خلينا في 3 4 دقايق بالكتير نتكلم على المجموعات. هو إيه موضوع المجموعات ده يا جدعان؟ أنا عارف إن هم 32 منتخب زي أكرومي ما قال لنا المرة اللي فاتت، بس إيه قصة المجموعات؟ يعني اشرح لنا كده يا أكروم بعد إذنك. بص يا عمرو، هم 32 منتخب متقسمين على 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات. امم. اللي بيتأهل الأول والتاني. الأوائل بيلعبوا التواني، ودول بيصعدوا دور يعني 16 منتخب أول وتاني من 8 فرق بيصعدوا 16 منتخب أوائل بيلعبوا تواني. وهكذا دور الثمانية، دور الأربعة، النص نهائي، نهائي. ده تمام، باختصار لحد شديد ما في يعني. الاخر يتقابلوا بقى في الدور اللي قبل النهائي والنهائي. بالظبط. بالظبط. بالظبط كده. طب المجموعة الأولى بقى مين يرشح بقى بعد ماتش النهاردة؟ يعني أنت عندك أهو قطر والإكوادور النهاردة. الإكوادور كده دخلت في المنافسة بدري. عندك السنغال وهولندا بكرة. طبعا هولندا حدث ولا حرج، بالرغم إنها ما خدتش ولا بطولة كأس عالم، بس معتادة مم. إن هي تاخد مركز ثالث، وخدت رابع وخدت تاني. وعندك السنغال بعد بقى حتة اللي ماليه طلع من القايمة النهائية دي بعد الإصابة برضو. خسارة كبيرة موضوع جدا صعب. جدا جدا. بس السنغال عندها برضه من اللعيبة اللي تخليها يعني تقدر تنافس وكده، وخاصة إن الإكوادور نفسها المستوى الفني بتاعها مش عالي يعني. أنا ما لفتش انتباهي أكتر غير كايسيدو اللي هو لاعب برايتون الإنجليزي، وإنر فالنسيا طبعا ده عشان ده كده كده الهداف التاريخي بالنسبة لهم يعني، ب 37 جون يعني. الإكوادور أنا مش شايف إن هي قوية للدرجة. شايف إن أنا مختلف السنغال عندها معاك. فرصة. أنا مختلف معاك. أنت الإكوادور هتشوف. فرقة محترمة جدا. عندها لعيبة على أعلى مستوى. اتنين بيلعبوا في برايتون، كاسييدو وستوبينان باك الشمال، وبيلعبوا في فرقة تقيلة في الدوري الإنجليزي في برايتون، وعاملين شغل. وعندها فالنسيا، فرقة منظمة جدا. أنا يعني شفت يعني ماتشات الإكوادور من سنة. الإكوادور ما خسرتش غير ماتش واحد من باراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية. ياه، ده الاكوادور. يا سلام. فرقة منظمة جدا. اه. اه. انا بالظبط كان يعني شفت من شهر نوفمبر 2021 ما خسرتش غير ماتش واحد من باراجواي. تعادلت مع الارجنتين في اخر ماتش في التصفيات، ومتعادله مع البرازيل. كسبانه تشيلي. بتتكلم بقى يعني ماتشاتها من سنه، مش هقول لك من قبل سنه، من سنه بالظبط ما خسرتش غير ماتش باراجواي اللي هو الماتش اللي قبل الاخير في التصفيات. طب بصوا يا رجاله حتى ماتشاتها معلش. الوديه يا بتتعادل اه، يا يا بتكسب. بتكسب. معلش علشان الوقت، تعالوا بقى ايه يعني نبتدي. ايمن، اكرم، رامي، رشحوا انتم من وجهة نظركم وتوقعاتكم اللي هيصعد. انتوا قلتوا لنا المجموعه دي قطر، اكوادور، السنغال، هولندا. فايمن، ايه النظام تفتكر ايه؟ انا برشح هولندا والسنغال يعني بشكل كبير جدا. هولندا والسنغال. اكرومي. والله انا يعني كنت مستني اشوف هولندا والسنغال عشان يعني يبقى شفنا الاربع فرق. ايوه. آه، اتوقع يعني ان الماتش اللي هيبقى فيصل في البطوله دي ماتش السنغال والاكوادور. ارشح هولندا و-
هولندا مع اني والاكوادور. اتمنى يعني ان قطر او السنغال، بس اتوقع الاكوادور. روميو، ايه الدنيا، تتوقع مين اللي هو هيصعد؟ الطريق هولندا يعني على اللعيبة اللي عندها من مختلف البلدان يعني في الدوريات الكبرى وفي نفس الوقت فكرة برضو إن هم زي ما قلت لك واخدين تالت كذا مرة هولندا واخدين ومين تاني طيب؟ واخدين رابع. هولندا ومين، سنغال ولا اكوادور؟ أنا أتمنى، بص يعني، أنا لو السنغال ما صعدتش أنا هيحصل لي صدمة عشان إحنا طلعنا منها وما صعدناش بسبب فإن هي تطلعنا بالعكس، وتطلع. ده سبب ادعى يعني لان هم ما يصعدوش يا عم، في ايه؟ الشر ده جوانا، بس هي الفكرة كلها ربنا يعني. يهدينا. هو فعلا اقول لك على حاجه، انا قلقان اكتر ماتش قلقان منه قطر مع السنغال، لان خايف على قطر قطر. ممكن. انا اتوقع لا خايف السنغال هتاخد الماتش ده بسهوله. هنشوف، يا ده يمكن انا يحصل خايف مفاجآت على على فكرة يا جماعة، يعني احنا مش عارفين. خلينا نتابع ونشوف، وفي الفيديوهات وارد اللي وارد، جاية. هولندا ما تتصعدش على فكره. انا وممكن. عايز اقول لك حاجه سريعا يا عمرو سريعا عشان يا رب. عايز اقول لك قبل ما نقفل ان معلومه بسيطه ان استاد البيت النهارده بالرغم ان سعته 60,000 متفرج، لكن النهارده استاد البيت اللي هو بيقع في مدينه الكور طبعا اللي بتبعد عن العاصمه الدوحه، ده ابعد الاستادات على فكره مم. في البطوله، يعني بتبعد عن مدينه الدوحه 35 كيلو. سعته 60,000 بس النهارده حقق سعة قياسية 67,000 ونص متفرج تقريبا. واو. تمام. هيستضيف 9 مباريات، ده يعتبر تاني أكبر استاد في البطولة. فكمان ده تم افتتاحه في كأس العرب 2021 يعني، واستضاف مم. المباراة صح. النهائية في كأس العرب بين تونس والجزائر يعني. طيب، واضح ان البطولة دي استثنائية معلومة زي ما بسرعة. قلنا. صح، زي المرة اللي فاتت ما قلنا، الفيديو اللي فات، واضح ان فعلا البطولة دي استثنائية. بس احنا هنتقابل تاني كلنا، ولسه ناس تانية من صحابنا هتنضم لينا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. خلينا دلوقتي اشكركم جدا على فهمت منكم حاجات النهارده برضو قيمه جدا ومهمه. واي حد عايز يفهم هيتابع الفيديوهات دي ويفهم اكتر. اي حد برضو يا جماعه من الناس اللي بتتفرج علينا، فهموني كوره، هو ده اسم الموضوع. فانت عايز تسال عن اي حاجه اسال. الكومنتات موجوده، الاراء مرحب بيها، اهلا وسهلا بيكم. احلى مسا على روميو وعلى اكرومي وعلى ايموني، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. مساء الفل يا احلى عمرو، مسا مساء عليك الفل يا يا عمرو. حبايب. حبايبي، رب وعيد يا رب. تصبحوا على خير. كده يوم جميل عليكم. تصبحوا على مع الف خير يا سلامه. حبايب. باي باي.